الورقة العاشرة. وفي الصباح خرج الناس تباعا إلى الموضع الذي أقام فيه الشامري المحرقة، حاملين في أيديهم أقراطا وأساور وسلاسل من الذهب والفضة. تعجبت كثيرا من هذا الكم من الجواهر التي أعارها المصريون لجيرانهم من بني إسرائيل عن طيب خاطر ليزينوا بها في عيدهم. وتردد في رأسي سؤال: إن كان المصريون بهذا العطف، فلماذا كان يكرهنا الفرعون إلى هذا الحد؟ صعدنا إلى هضبة فسيحة عالية خارج النزل أقام فيها الشامري محرقته. كانت المحرقة في فجوة بين صخرتين عاليتين فوق الهضبة. ملأ الشامري الفجوة بالحطب وبنى سورا بين الصخرتين من الحجارة، ثم صنع سلما يصعد به إلى الفوهة. علق في نهايته حلقة تتدلى منها سلسلة إلى داخل المحرقة، فبدت المحرقة كمرجى المهول تتصاعد منه ألسنة اللهب وأعمدة النار والدخان. وقف الشامري إلى جوارها يغذي بنارها بالزيت والحطب، وقد ثار شعره وتعفرت لحيته واحمرت عيناه حتى بدا كشيطان مريع. متى وكيف أعد الشامري تلك المحرقة؟ كان سؤالين يجولان بخاطر كل من في النزل، ولكن لم يكلف أحد نفسه عناء الجهر بهما. صعد الناس الواحد تلو الآخر إلى سلم المحرقة، يعطون الشامري الواقف أعلى الدرجة الحلي، فيلقي بها في أتون النار وهو يقول: طهروا أنفسكم من الخطيئة حتى يأتيكم الرب بوعده. وظل الناس يتبادلون الصعود حتى كاد النهار أن يزول، وألقى آخر من في النزل بحمله من الذهب في المحرقة، فنادى الشامري في الناس: أبشروا أيها الناس، غدا يأتيكم الرب بوعده. فنادى عليه جدعون الحداد بصوته الأجش: وأنت يا شامري، ألم تتطهر من خطيئتك؟ قال الشامري: بلى أتطهر منها. ثم أخرج من جيبيه القنينة الملونة، فظنها الناس لؤلؤة من جواهر المصريين، فأمسك بها وقال لهارون: يا أخا موسى، هل ألقي ما في يدي؟ تعجب الناس من سؤاله، فقال هارون: نعم، ألق. فتمتم عليها الشامري بكلمات لم نسمعها، ثم ألقى بها في النار. فهلل الناس ومجدوا الرب، وبات الناس على أمل أن يأتيهم الرب بوعده في الصباح. وحدها من دون الناس كانت في حزن وكرب عظيمين. ناء كاهلها بالسر الذي عرفته قبل تلك الأحداث بأيام، وتمنت لو تصرخ كي تحذر الناس منه، لكنها لم تستطيع. كانت حزينة لما آل إليه حال زوجها منذ عاد إلى رفيدم. أقلقها، ولعله بتلك القنينة المسحورة وذهوله عن كل شيء سواها. ثم ساورها الشك حينما رأته يكثر من الخروج إلى تلك الهضبة التي أقام فيها محرقته. دفعها الفضول إلى أن تتبعه ذات يوم إلى تلك الهضبة، فوجدته يلجأ إلى غار يمكث فيه طيلة النهار. شعرت بأن سرا ينتظرها هناك. تركته نائما ذات ظهيرة وذهبت إلى الغار، وحين دخلت شعرت بالعجب والغضب والشفقة في آن واحد. وجدت على الأرض أدوات النحت التي كان يعمل بها في مصر قبل الخروج: الإزميل والبراغي والمطرقة وسبائك النحاس والألوان. تعجبت كيف أخفى عنها زوجها تلك الأدوات طيلة تلك المدة دون أن تعلم. على جدران الغار وجدت نقشا ضخما للإلهة حتحور، وقد طلي بألوان بديعة خلابة. وإلى جوار الحائط وجدت عدة أيقونات وتماثيل صغيرة للعجل أبيس منحوتة بإتقان من قطع صغيرة من الحجارة والرخام، ولا تزيد الواحدة منها عن قبضة اليد. ولكن أشد ما أثار دهشتها كان ذلك القالب الأجوف الضخم المصنوع من النحاس، والذي سبك على شكل تمثال العجل أبيس. أصابها الذهول، ودار في ذهنها سؤال: متى صنع زوجها تلك الأشياء؟ والأهم، لماذا صنعها؟
إنها على يقين بأن زوجها يعبد الرب إيه، فلماذا يدنس قلبه بهوى ذلك العجل اللعين؟ عادت إلى النزل كثيرة النفس حزينة، فوجدته قد استيقظ من نومه. لم تستطع أن تواري عنه ما في نفسها من ثورة، فواجهته غاضبة: ألا يزال قلبك معلق بالعجل يا شامري؟ علم أنها فضحت أمره، فقال في حدة: كلا، ولكني أشتاق إلى حجر أنحته. قالت لائمة: ولم تجد سوى العجل لتنحته؟ قال في حسرة: لم أنحت غيره منذ كنت في 10 من عمري. أشفقت عليه فقالت: احذر يا شامري، فلو علم موسى بما تفعله لقتلك قتلا. قال غير مبال: صنعت منه في مصر المئات، وكان الناس يسجدون لما أصنع على مرأى ومسمع من موسى. صرخت يائسة: وما لنا والمصريين، تركنا لهم ديارهم وعجولهم. ثم قالت مستعطفة: دع عنك أمر الماضي يا شامري، انزع من عقلك تلك الأوهام، ويكفينا ما لحقنا من خزي يوم هربنا من النزل قبل حرب العماليق. رفع يديه أمام وجهه وقال صارخا: نزعته من عقلي، ولكني لا أستطيع أن أنزعه من قلبي. هاتان اليدان تموتان إن لم يمسسهما حجر. ثم انهار جالسا وهو يقول: بلغت 60 من عمري، لا شباب ولا مال ولا ولد، حتى قبيلتي شمرون هم أضعف الأسباط وأحقرهم، ثم تقولين دع عنك أمر الماضي وانظر للمستقبل؟ ثم طفرت الدموع من عينيه وقال: مثلي لا يحيا إلا في الماضي، يوم أن كانت لي في مصر مكانة صنعتها بموهبتي، تلك الموهبة التي يحتقرها قومك الآن. يئست من الكلام معه، ووخزتها إشارته لعدم إنجابها، فقالت متبرمة: عش معزولا عن الناس، وانتشي بسكرة الفن حتى يكشف موسى أمرك، ثم يجعلك عبرة لمن لا يعتبر. أما أبي فقد ذكرته قنينة الرمال التي ألقى بها الشامري في المحرقة بحديثه الذي أفصح عنه من قبل. ترددت في ذهنه عبارة الشامري: سيأتي يوم يعلم فيه بنو إسرائيل أينا أشد إعجازا وأقوى، أنا أم صاحب العصا. لم ينم أبي في تلك الليلة، كان يتقلب في فراشه كالمحموم. طرق الفراش واستلقى في العريشة المجاورة للكوخ. خرجت إليه أمي وتبعتها العمة سولاف، وقد أقلقهما خروجه في ذلك البرد القارس. قالت أمي: ما الذي أدق مضجعك يا زخاري؟ قال في اقتضاب: لا شيء. جلستا إلى جواره، وقالت العمة سولاف: تبدو حزينا قلقا منذ عدت من القوم عند المساء. ظفر في قوة ليزيح عن صدره هما كالجبال، ثم قال: لا مقام لنا في هذا النزل حتى يعود إليه موسى أو تنكشف تلك الغمة. ندت عن أمي شهقة، وقالت العمة سولاف: نترك النزل؟ لماذا؟ قال أبي: تحوم الفتنة حول النزل، ولا أدري ما الذي ينتظرنا عند الصباح. قالت أمي: مثلك لا يخشى الفتنة، وقد عمر قلبه بالإيمان. قال: بل أفر منها كما يفر المرء من الأسد. قالت العمة سولاف: وإلى أين نذهب؟ قال أبي: سمعت عن موضع يقال له رسة، يبعد عننا مسيرة 4 أيام إلى الشمال. وجمعت المرأتين وقد أذهلهما كلام أبي. ثم قالت أمي في شيء من الخوف: نعيش في الصحراء وحدنا بلا أهل ولا كاهن يرعانا؟ قال أبي: سنفر بديننا حتى يعود إلينا موسى. قالت سولاف: وكيف سنعلم بعودته؟ قال: أسررت بأمري إلى إيليا ابن عمي، وسيأتي إلينا ليخبرنا بعودة موسى أو انكشاف الغمة. ساد الصمت لحظات، ثم قالت أمي: افعل ما يريح قلبك. نظر أبي إلى العمة سولاف فقالت: لا يربطني بالنزل شيء سواكم،
وأنا معكم أينما كنتم. تنهد في ارتياح وقال: على بركة الله، غدا نخرج قبل الشروق. وبينما كان قرص الشمس يتلصص صاعدا من وراء جبل حوريب، كانت الراحلة تبتعد عن الوادي المقدس إلى قلب الصحراء. استدار أبي وألقى نظرة على جبل حوريب والوادي الساكن أمامه، ثم قال: اللهم عجل لنا بعودة موسى، واحفظ بني إسرائيل من فتنة يبغيها الشامري. الورقة 11: الهروب. هذا ما فعله أبي في ذلك اليوم الفارق في حياة بني إسرائيل. لم يطق الرجل البقاء في النزل، وقد أوشك البلاء على الوقوع، ولم يدفعه إيمانه إلى أن يظن في نفسه المقدرة على التصدي للفتنة حال حدوثها. فجمع زوجتيه وولده وجنينا في رحم أمه، ثم خرج فارا بدينه بعيدا عن أرض النفاق. صارت بنا الراحلة بلا انقطاع بين عواصف الرمال الثائرة، كسفينة تتأرجح على أمواج أثارتها لطمات الرياح. وصلنا إلى رسة قبل حلول مساء اليوم التالي. بلغنا منزلا يقطن فيه بعض الأعراب، فاستأذنهم أبي للمكوث إلى جوارهم بضعة أيام، فأذنوا له، ولعلهم أشفقوا علينا من وعثاء السفر في ذلك اليوم الزمهرير. أناخ أبي الناقة فهبطت من فوقها المرأتان، وقفزت أنا متدثرا برداء أحتمت أمي أطرافه حول رأسي حتى يقيني لفحات الهواء البارد. تخير أبي مكانا منزويا خلف تلة بمنأى عن عاصفة الصحراء، ثم شد أطراف الخيمة على أوتاد أحاطها بقطع من الأحجار حتى لا تجرفها رياح الليل المتسارع. اصطلينا بجزوات من الحطب أشعلها أبي في قصعة، وقضينا ليلتنا الأولى في رصة بين صفير الرياح وطقطقات الحطب ولطمات الهواء على جدران الخيمة. وفي الصباح هدأت العاصفة قليلا، سمعنا صوتا ينادي خارج الخيمة، فخرج أبي ليجده ابن شيخ القبيلة يحمل صحيفة من الطعام. تحدث إليه أبي قليلا ثم عاد حاملا في يديه صحيفة الطعام، فوضعها بيننا وهو يقول: هلموا إلى الطعام، فقد رزقنا الرب ثريدا وجيرانا ذوي قربى. انهلنا على الطعام في نهم، فقد كنا نشعر بالجوع الشديد. وسألته أمي: من هؤلاء الأعراب؟ قال أبي: هم من بني إسماعيل. قالت العمة سلاف: عجبا، ما الذي أتى بهم إلى هنا؟ ألا يقطنون في واد بعيد اسمه بكة؟ قال أبي: نعم، ولكن بطونهم تنتشر في ربوع الأرض. وهؤلاء القوم من بني يطور ابن إسماعيل، هم يعملون في التجارة والرعي وينزلون حيث يكون الماء. سألته أمي متعجبة: ولماذا يضيفوننا؟ قال أبي: هم أبناء عمومة يا رومانا، ويعبدون الرب إيلي على ملة أبينا إبراهيم. لم أفهم حينها كيف يعبد الرب إيل بدين غير دين بني إسرائيل، ولكني استمتعت بشغف إلى حديث أبي عن حياة إسماعيل وإبراهيم، وشعرت بالإثارة حينما علمت أن أم إسماعيل كانت جارية مصرية مثل أمي رومانا. قضينا يومنا الأول ضيوفا على هؤلاء الأعراب. كانت ساحة نزلهم فسيحة يتوسطها بئر كبيرة يشرب منها الناس والدواب، ويحيط بها بيوت بنيت بالحجر. والحق أننا لمسنا من هؤلاء القوم كرما وجودا لم نرى مثله من بني إسرائيل. دعانا شيخ القبيلة، وكان رجلا حكيما يدعى عابد، إلى داره، وقص أبي عليه ما كان من أمر موسى وكيف خرج ببني إسرائيل من مصر حتى وصل بهم إلى الوادي المقدس، ثم ما كان من صعوده إلى جبل حوريب واختفائه بعد ذلك. قال الرجل في سكينة: لا يضل نبي وهو في حضرة الرب، سيعود إليكم نبيكم. ثم حكى لنا الرجل أن جده يطور ابن إسماعيل قد ترك بكة مع أهله وأتى إلى هذا المكان، وأنه أول من رعى الإبل في ذلك الجبل، حتى إن الأعراب قد أسموه جبل الطور،
نسبة إلى جده، وأن جده هو من قام بغرس أشجار التين والزيتون فوق الجبل حتى يستظل بها الرعاة والأنعام. وحين نضب الماء فوق الجبل هبط أجداده إلى تلك القرية حيث أقاموا بها وعملوا في التجارة والرعي. شعرنا بالألفة مع هؤلاء القوم، وقضينا أياما لا تنسى في صحبتهم. وكان للشيخ عابر حفيدة تصغرني بسنوات قليلة اسمها أروى، سمراء البشرة جميلة المحيا ونحيفة القوام. سألتها عن معنى اسمها فأجابتني أنها تعني رشيقة الحركة كأنثى الوعي، والحق أنها كانت في خفة النسيم وسرعة الريح. كنا نلهو ونتسابق إلى الجبل في كل صباح، فتنطلق قبلي إلى أعالي الصخر، بينما لا أزال أنا في أسفل السفح تتعثر أقدامي في الرمال. وذات يوم كنا نلهو فوق الجبل، فإذا بالسماء وقد تلبدت بالغيوم وتكاثفت بها السحب حتى دنت من الرؤوس، وبدت بطون المزن حبلى بالمطر. وكان الأعراب يخشون المطر في تلك المنطقة، فقد كانت السيول تجرف كل شيء في طريقها. فلما رأوا المطر وقد أوشك على الهطول جمعوا الخيام المتناثرة ومن بينهم خيمتنا، وساقوا الماعز والأغنام إلى ربوة قريبة بمنأى عن مجرى السيل. وظنت أمي أنني ألهو في ساحة النزل مع أبناء الحي، فلما بدأ الجمع في التحرك فطنوا إلى غيابي وغياب أروى، وعلموا من أبناء الحي أننا كنا نلهو فوق الجبل. وفقدت أمي صوابها وظلت تصرخ خوفا علي، وانطلق أبي ومعه والد أروى للبحث عنه. ولم تمض لحظات حتى تقاطر الماء من السماء، وغامت الشمس خلف السحب حتى كاد النهار أن يظلم. شعرت أروى بالخوف وقالت: هيا بنا نعود يا شمعون. لم نكد نتحرك بضع خطوات حتى تزايدت حدة المطر، وانزلقت الأرض من تحت أقدامنا، وكدنا نتعثر عدة مرات. بكت أروى من الخوف وتمسكت بيدي في قوة حتى لا تنحدر على الأرض الزلقة. رأيت المطر يتزايد، وشعرت أنه من المستحيل أن نصل إلى أسفل الجبل سالمين. وهداني عقلي الصغير إلى أن البقاء على قمة الجبل أكثر أمانا من النزول إلى السفح المنجرف. أطبقت يدي على يد أروى في قوة، وسرت بها في حرص على الصخر اللازب حتى بلغنا فجوة بين صخرتين على قمة الجبل. انكمشنا في الفجوة بعيدا عن الأمطار الجارفة، وألصقت أروى نفسها بجسدي وهي تبكي من الذعر، بينما كانت أنفاسي تتلاحق من الخوف والتعب. توقف المطر بعد دقائق، ثم هدأت الرياح وانقشعت الغيوم في بطء، وعادت الشمس للظهور. ونظرت إلى السماء فوجدتها قد تلونت بقوس قزح، وكأنها لم تغضب على أهل الأرض منذ قليل. هدأ روعنا، وقمت لأرى سبيلا للنزول من الجبل. عثرت على غصن شجرة سميك كسرته الأمطار، فوجدت فيه ضالتي. شذبت الغصن من فروعه بحجر حتى صار كالعصا. طوقت أروى بذراعي، ثم شرعنا في الهبوط في حرص. كنت أغرس الغصن في الأرض بين الصخور وأطمئن لثباته، وقبل أن أخطو خطوة جديدة على الطريق المنحدر مضى وقت طويل حتى وصلنا إلى السفح. تنفسنا الصعداء وأسرعنا إلى خيمتنا، فلم نجدها ولم نجد أحد حولنا. شعرنا بالخوف، وبكت أروى مجددا، ولكن فجأة جاءنا صوت أبي مناديا من بعيد: أين أنت يا شمعون؟ أين أنت يا أروى؟ فهرولنا ناحية الصوت لنجد أبي ووالد أروى وقد ابتلت ملابسهما تماما، ومع ذلك ألقينا بجسدينا أنا وأروى في حضنيهما قبل أن يعود بنا إلى النزل. والحق أن تلك الحادثة ظلت عالقة في ذهني لسنوات بعيدة، وكنت بين الفينة والفينة أتذكرها وأبتسم وأتساءل في نفسي عما فعلته الأيام بفتاة سمراء رشيقة الحركة من نسل إسماعيل اسمها أروى. ربط القدر بين مصيرينا في يوم من الأيام، ثم افترق كل منا في طريق. مرت الأيام تلو الأيام دون أن يأتي إلينا خبر من حوريب. كان أبي يحدو الأمل في كل صباح في أن يرى إيليا ابن عمه آتيا من جهة الصحراء بالبشرى،
فيمر النهار دون أن يظهر البشير في الأفق، فيزداد أبي بؤسا وحزنا، وأشفقت عليه أمي مما يعانيه. كانت تحلب الشاة ذات يوم حينما رأته مهموما حزينا، فقالت: جسدك في رسة وقلبك في حوريب، إن شئت عدنا إلى حوريب لنقف على حقيقة الأمر. قال في إصرار: لا أعود إليهم ونبي الله غائب، ولو عاد موسى لأتى إلينا إيليا بالخبر. ومكثنا في رسة قرابة الشهر، علمنا فيه الكثير عن حياة هؤلاء البدو من بني إسماعيل، وعرفنا أشياء كثيرة عن ملة إبرام التي يتبعونها، فقد كانوا يختنون مثلنا، ويتجوهون في صلاتهم إلى الرب إيل، ويقدمون له الذبائح والقرابين، ولكنهم لا يقدسون يوم السبت مثل بني إسرائيل، ويتحدثون دائما عن بيت بناه أبونا إبرام وجدهم إسماعيل في واد بصحراء فاران، يقدسونه ويرحلون إليه من آن وآخر للتبرك والتجارة. وكان أبي رغم تعظيمه لكرمهم وسماحتهم يستاء كثيرا من عدم تقديسهم ليوم السبت. وحين دعاه شيخ القبيلة لأن يترك خيمته وأن يمكث في دار حجرية داخل النزل، رفض أبي كي لا تستاء عينيه بانتهاكهم ليوم السبت، فكان يمكث في خيمته ويقول: ألا يخشى هؤلاء القوم أن تحل عليهم اللعنة وهم يعتدون على حرمة السبت؟ أما أنا فقد كان يثور في رأسي سؤال آخر لم يجيبني أبي عليه، وهو: لماذا حرم الرب السبت على بني إسرائيل ولم يحرمه على باقي بني إبرام؟ وفي يوم من الأيام سمعنا صوتا ينادي على أبي من خارج الخيمة، فإذا به إيليا ابن عمه قد أتى إلينا من حوريب. احتضنه أبي وتهلل لمقدمه كثيرا، وقبل أن يدعوه للجلوس سأله في لهفة: هل عاد نبي الله موسى؟ قال إيليا واجما: نعم، قد عاد إلى النزل منذ قرابة الشهر. تعجب أبي من ذلك وتوجس شرا من الحزن البادي على وجه إيليا، فقال له: ولماذا لم تأتي إلينا فورا كما وعدتنا؟ قال إيليا في وجم: قد وقعت أحداث جسام في النزل، ولتحمد الرب أن أنجاك منها. وقع الذعر في قلب أبي، فجلس على صخرة إلى جوار الخيمة، وأجلس إيليا إلى جواره، ثم قال: قص علي يا إيليا ما وقع في النزل منذ خرجنا وحتى الآن. تنهد إيليا تنهيدة طويلة كمن يلقى عن صدره حملا ثقيلا، ثم قال: وددت لو نسيت ما حدث، ولكن ما السبيل إلى نسيانه، فقد صار مختوما في قلبي. صمت أبي وأنصت بكل جوارحه إليه، وقص علينا إيليا هذا الحديث. كان الوقت بين الضحى والظهيرة حينما توافد الناس على الهضبة التي أقام فيها الشامري محرقته. كانوا على حال ما بين الشك والفضول، شك فيما وعدهم به الشامري، وفضول لمعرفة السر الذي يخفيه. لم يبقى أحدا في النزل، خرج الجميع إلى الهضبة، حتى هارون وسبط لاوى خرجوا مع الناس. كان الشامري يقف إلى جوار المحرقة مرتديا حلة تشبه حلة الكهنة المصريين، وقد حلق رأسه بالموس، وقصر لحيته وشاربه حتى بدا ككاهن من كهنة آمون. تعجب الناس من هيئته وسخر البعض منها، ولكن الرجل كان يشرف من مكانه على الناس في خيلاء، وتبرق عيناه في ثقة كمن يحمل خبيئة يعلم مقدارها جيدا. مضى وقت طويل حتى تجمع الناس، فهتف أحدهم مذكرا: فيما جمعتنا يا شامري؟ تحدث في صلف وغرور: جمعتكم حتى أهديكم سبيل الرشاد. قال الرجل مستنكرا: لا تتعالى علينا يا ابن راحيل، فلست كاهنا ولا نبيا. ضحك الناس ساخرين، فقال: اضحكوا واسخروا الآن، فغدا تبكون كما تبكي النساء، وتدعونني فلا أستجيب لكم. ثم ذهب إلى السلسلة التي تدلت فوق المحرقة، ثم جذبها في قوة، أوحت بثقل ما يرفعه،
ومع كل جذبه إلى أسفل كانت قلوب الناس ترتفع خفقا من الإثارة، حتى ظهر لبني إسرائيل ما كان مطمورا في جوف المحرقة. أخرج لهم السامري عجلا ذهبيا مهولا يتلألأ جسده الأحمر تحت ضوء الشمس، وكأنما تسري به دماء الحياة. شهق الناس شهقة عالية جمعت ما بين الذهول والرهبة، فقد أذهلتهم مفاجأة السامري التي لم تدر بخلدهم، وأرهبهم أن يخرج إليهم إله المصريين من بين الحلى التي اغتصبوها، وكأنما عاد إليهم من العجل من أجل الانتقام. وأدار الهواء الجسد الذهبي المتدلي من السلاسل، وتأرجح فوق الرؤوس التي انحنت من الخوف والرهبة، وواجه فمهم مهيب الريح، فصدر منه خوار زلزل أجساد الناس رعبا وفرق، فخرجوا له ساجدين. انتشى السامري فوق الصخرة وظل يصرخ في جنون: اسجدوا له، ابكوا على خطاياكم، هذا إلهكم وإله موسى، هذا إلهكم وإله موسى.